OpenAI بتعلن عن إطلاق ChatGPT Health، مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. في خطوة جديدة ومهمة، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة داخل ChatGPT تحت اسم ChatGPT Health، وهي تجربة مخصصة بالكامل للمجال الصحي والعافية. الميزة الجديدة بتسمح للمستخدمين إنهم يتكلموا عن صحتهم، أعراضهم، نمط حياتهم وتفاصيل العافية في مساحة منفصلة وآمنة، مصممة خصيصاً للمواضيع الطبية وبقواعد خصوصية أقوى من المحادثات العادية. ChatGPT Health مش دكتور ومش بديل للطبيب، لكن دوره الأساسي هو المساعدة على فهم المعلومات الطبية المعقدة بشكل مبسط، تنظيم البيانات الصحية للمستخدم، توضيح التحاليل والتقارير الطبية، دعم اتخاذ قرارات صحية واعية بالتعاون مع الطبيب. ومن أهم النقاط اللي ركزت عليها OpenAI، أولاً الخصوصية. البيانات الصحية بتكون معزولة ومشفرة مع تحكم كامل للمستخدم في اللي يتم مشاركته أو حذفه. ثانياً، التكامل مع تطبيقات الصحة. الميزة تقدر تربط بيانات من تطبيقات اللياقة أو السجلات الصحية والله بقى صباح الفل على الناس الكل. علشان الردود تكون أدق وأكثر تخصيصاً. ثالثاً، تنظيم المحادثات الصحية. بدل ما تكون الأسئلة الطبية وسط محادثات عامة، بقى في مساحة مخصصة للصحة فقط. الهدف من ChatGPT Health هو تمكين المستخدم مش تشخيصه، يعني يساعدك تفهم حالتك، تجهز أسئلة للطبيب، وتتابع نمط حياتك الصحي بشكل أذكى. OpenAI بتأكد إن الميزة دي جزء من رؤية أكبر، وهي استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة دعم إنساني مش استبدال للخبراء. وباختصار، ChatGPT Health هو مساعد صحي ذكي، آمن ومنظم، مش طبيب، لكن شريك وعي صحي.